السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الحال والاحوال. البنات اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد الكويرات ديال الطاقه بالنسبه اللي عند الوليدات عندهم ضعف الشهيه او كيمشيو لاصال يعني وما كيبغيوش ياكلوا. لكم بالنسبه للاطفال الصغار تيكون عندهم الشهيه ضعيفه وتيكون حتى الوزن ديالهم تيكون ضعيف، يعني تيكونوا ناقصين في الوزن ديالهم بحكم انهم تتكون عندهم الشهيه مسدوده ما مفتوحاش ليهم. فانا جيت غنشارك معكم هاد الكويرات هادو اللي غزالين غادي يعجبوكم بزاف الوليدات. الا بغيتو يعني الا بغيتو الوليدات يتزادوا في الوزن ديالهم وتكون عندهم شهيه مزيانه، فهاد الكويرات راه يصلحوا لهم الكبار والصغار. وبالنسبه حتى للكبار راه يمكن لهم يديروهم، بالنسبه كما قلت لكم الناس اللي كيمشيو لاصال اللي كيترينيو في لاصال وكتكون عندهم الشهيه ضعيفه، فراه هادو يصلحوا لهم. كلشي اللي كيمشي لاصال اللي ما كيمشيش كلهم يعني يصلحوا لهم هاد الوصفه هادي. بالنسبه لهاد المكونات البنات راهم ساهلين بزاف، ما في نشوفوا الطاسه راه كانت عامره، شوفوا شحال بقى فيها. هاد شويه اللي بقى فقلت نشاركها معكم حيت عجباتني الوصفه وقلت اكيد ما غاديش نبخل عليكم وغادي نشاركها معكم. كما قلت لكم هنا غادي كاينه هنايا التمر مبخر، زائد زنجلان، زائد زريعه الكتان. خدي 2 دراهم، خدي 3 دراهم، انتي وجهدك، انتي وجهد ديالك. المهم المكون الرئيسي هنايا هو التمر والحلبه. الحلبه ضروري لان الحلبه هي اللي كتساعد الدراري باش تساعد الوليدات باش كتفتح لهم الشهيه. كما قلت لكم هذه الوصفه راه صالحه للكبار وحتى للصغار باش تفتح لهم الشهيه باش يوليو ياكلوا كما قلت لكم. وكاين هنا حتى الكركاع والكاوكاو حتى هو مطحون. بالنسبه للمكونات هنا كاينه الكاوكاو مطحون، خديت نص كيلو ديال الكاوكاو، خدي نص كيلو ديال هذا نص كيلو ديال التمر مبخر. التمر غتحيدوا العظم ديالو تغسليه مزيان بعدا، وخدي التمر الاسود داك الصغير ماشي التمر العادي، داك التمر الاسود داك اللي كيكون صغيور هو تيكون اسود، هذاك اللي زوين هو اللي كيصلح، هو اللي هو اللي استعملت انا. خديت نص كيلو ديال التمر الاسود، وخديت نص كيلو نص كيلو ديال عفوا ماشي زنجلان، نص كيلو ديال الكاوكاو، 2 دراهم درت انا 2 دراهم ديال زريعه الكتان، و2 دراهم د الحلبه، وهذا والكركاع حتى هو خدي الكميه اللي بغيتي، 10 دراهم 5 دراهم. المهم ما كاينش كنظنش الكركاع فيه 5 دراهم، المهم 10 دراهم الفوق. وكلشي هاد المكونات هادو غادي تاخديهم وتحمريهم وتطحنيهم مزيان حتى يتلينوا. بالنسبه للتمر كتبخريه حتى كيولي على شكل عجين، راه هو غير شويه تبخريه غير شويه دغيا كيتبخر صافي، تحيدي له العظمه وتغسليه وتبخريه. فهاد الوصفه كما قلت لكم راه فعاله في زياده الوزن، غادي تزادوا بشكل طبيعي وغادي يوليو الوليدات. الاهم ان الوليدات يوليو كياكلوا. راكم عارفين الوليدات مبليين بالسقايط بزاف، والمشكل السقيط هما اللي ما كيخليهمش ياكلوا، كيولفوا ديك الحلاوه في اللسان ديالهم. فاي ماكله كتقول لهم كلوا اللوبيا ما يبغيوها، كلوا العديسه ما يبغيوها، يعني ما كيبغيوش داكشي لان بحكم انهم موالفين غير الماكله الزنقه. وكنعمروا وليداتنا داكشي في داك اللانش بوكس، كديروا لهم حتى هما غير بيموات والسقايط وداك الشيء، فكيسد لهم الشهيه ما كيخليهمش نهائيا ياكلوا. ملي كتحطي له الماكله بحال ما عرفت شنو حطيتي له. فهاد الوصفه هذه راه غتساعدو باش يولي ياكل، اللي حطيتيها له الدري غير يولي ياكلها لك، لان فيها الحلبه، والحلبه ضروري لانها ما كتبانش، راه ما بايناش البنات، راه ما كتخليش فيكم شي ريحه هنايا، واخا هكا ما بايناش، ما كتبانش في اللوغو ديالها. داكشي علاش قلت لكم يمكن لكم حيت الدراري الصغار ما كيبغيوش الحلبه، فمن الاحسن انكم ديروا لهم في هاد الكويرات هادو. ها انتم انا غادي نشاركوا معكم، غنوريكم كيفاش دايرين. كما قلت لك التمر ضروري غادي تبخريه، ها هما الشكل ديالهم. والزنجلان، حتى الزنجلان الا بغيتي طحنيه، ما بغيتيش طحنيه خدي واحد الكميه، خدي واحد شويه الكميه الا بغيتي طحنيه. انا ما طحنتوش صراحه، ما طحنتوش انا هنايا فقط انني كورت فيه دوك الكويرات صافي، مرمرتهم فيه على هذا الشكل هذا. شفتوا كيفاش كيجيو بهذا الشكل، ولكن داك المكونات كلها تكون مطحونه. راكم عارفين الدراري الصغار تيكونوا شويه كيبقاو يردوا البال اي حاجه كيبداو يحقوا فيها، يقول لك لا هذه ما مطحوناش، حقا هذه ضراتني في سناني، حقا كلشي طحنيه مزيان حتى. وخذي وزيدي عليهم واحد شويه واحد معلقه زيت العود، تكون مزيانه. وزيدي واحد المعلقه د العسل الا عندك، ما عندكش ماشي ضروري. المهم اللي ضروري هنا هو زريعه الكتان والحلبه
والحلبة هي اهم شيء. الحلبة، الزنجلان، حتى هو راكم عارفين الزنجلان في حتى هو فيه الدهنيات اللي كتفرز تخلي الوليدات يكبروا. كتساعدهم في الذكاء، يعني كيوليو يقراو، يعني كيوليو عندهم شي مشكل ديال التركيز. انا فهمتوا؟ فكيكونوا على هاد الشكل هادو. ها هما شفتوا كيفاش كيجيو زوينين، وحتى المذاق راه زوين، المذاق ديال الكاوكاو والتمر فراه كيجي زوين. راه نهائيا ما ديروش السكر هنايا، تفكروا ديروا الحلاوه لولادكم او شي حاجه. فنهائيا هادو طبيعيين، يصلحوا الكبار والصغار، بالنسبه حتى البنات اللي ما كيتزادوش في الشهيه. اي واحد عنده ضعف في الشهيه، راه ماشي غير الصغار. انا هاد الوصفه هادي درتها على حساب البنت ديالي. عندها المشكل الشهيه، ما كتاكلش وما كتبغيش تاكل اي حاجه اللي حطيتيها لها ما كتبغيش تاكلها. فدرتهم لها بهذا الشكل هادو باش الدراري الصغار كيعجبهم. هكا كيجيهم بحال كويرات، كيعجبهم هذا الشيء هكا مزوق، راه كيعجبهم، كيزعموا انهم ياكلوه. صافي كندير لها في الطويصه ديالها، وكديها معاها مدرسه وحده. كندير لها في الصباح كديها معاها، كنقول لها واخا تاكلي كولي هادي، خدي شي وحده وكوليها، حيت ما راكم عارفين الدراري الصغار. المهم بالنسبه للماكله ديالهم، الوقت ديالهم يمكن قبل الماكله باش تفتح لهم الشهيه. قبل الماكله بساعه تعطي هاد الكويرات هادي، حيت لان الحلبه كتساعدهم تفتح لهم الشهيه. الا بغيتو تخليو لهم من بعد الماء الاكل ممكن، غير هي الحلبه باش كتخليهم يعني ياكلوا. الوليدات ياكلوا. راه بزاف الولاد كيعانيو، شحال من وحده كتعاني ان وليداتها ما كيبغيوش ياكلوا ليها، وما ياكلوش لها هي الحلبه بوحدها، ما غاديش يزعموا على الوليدات او ياكلوها نهائيا، ما غاديش يزعموا عليها. فدير لهم بهذه الطريقه هذه، راه ما غاديش تجي كاع باينه، وما كيحسوش كاع بداك المذاق د الحلبه نهائيا. وكتساعدهم في النمو، زعما يعني كتساعدهم في يعني باش كيكونوا ديك القوه البدنيه ديالهم، وراها زوينه وصحيه. كنتمنى انكم تجربوها. ولا بغيتي تزيدي حتى شي مكونات اخرى راه يمكن لك. بغيتي تزيدي الكركاع، بغيتي تزيدي عفوا الكركاع سميتو اللوز. بالنسبه للوز انا ما درتوش هنا. يمكن لك تضيفي كاع المكسرات اللي انت كتعرفيهم، من غير شي حاجه اللي ما غياكلوش الوليدات. بالنسبه للوليدات اما الكبار يمكن لهم يضيفوا اي حاجه بغاو يضيفوها في هذه المكونات هذه، لانها طبيعيه وغتساعدك انك تزيدي الوزن طبيعي، بدون خوف، بدون مشاكل، بدون مشاكل صحيه. راكم عارفين نتوما دابا حاليا المشاكل ديال الصحه اللي كيعاني منها الانسان. راه شفتوا الامراض، شفتوا. حاولوا انكم تبعدوا على السقاطه، حاولوا تبعدوا على الماكله الزنقه، تبعدوا منها. حاولوا تاكلوا الماكله ديال الدار، حاولوا تاكلوا شي حاجه تفتح لكم الشهيه باش تخليكم تاكلوا اي حاجه، ماشي تاكلوا غير داكشي اللي كتشهاو نتوما. حيت بالنسبه للدرج كيبغي لك طاكوس، يبغي لك لي باط، يبغي يعني ما كيبغيش شي حاجه اللي صحيه ياكلها. ما كياكلوش لك العديسه، ما كياكلوش اللوبيا، ما كياكلوش يعني كاع داكشي د القطنيات ما كيبغيوش الدراري نهائيا. قليل اللي كتلقاه كياكل داكشي. خصك داكشي حتى تزوقيه له وديري له ما عرفت شنو داكشي فيه. ما ضروري خصك تزيدي شي مواد غير طبيعيه، غير صحيه للوليدات باش كياكلوا. فحاولي انك ديما المكونات اللي غتعطي لولدك تكون شي حاجه داخله فيها الحلبه، لان الحلبه كتفتح الشهيه للكبار والصغار، وشي حاجه اللي غادي يستافد منها الجسم ديالهم، ماشي شي حاجه اللي غضرهم. حتى الوليدات ما عندهمش المناعه، كتلقاي المناعه ديالهم ضعيفه، دغيا كتلقايهم كيمرضوا، دغيا كتجيهم السخانه، دغيا كتلقايهم كيعانيو من مشاكل صحيه. المهم كانت هذا هو الفيديو اليوم. كنتمنى انه يعجبكم، وكنتمنى انني نكون فتكم ولو بشويه. ما تبخلوش على وليداتكم، تهلاو في وليداتكم وعطيهم شي حاجه اللي تكون صحيه، بعدوا لهم على الماكله الزناقي. هادشي اللي نتمنى تبقاو على خير. وكنتمنى نكون فتكم. ولا عندها شي وصفه ديال وليدات هكا كتعرفها تشاركها معنا وتخلينا تعليقات ديالها. ولا عندها شي حاجه مفيده في الفيديو تزيدها لينا تقولها لنا. فاكيد راه غادي تفيدنا وتفيد الناس. وتعليقاتكم طبعا ضروري التعليق، لان التعليق كيخليو الناس يفهموا ويزيدوا يعرفوا الحاجه اللي خص ليهم، اللي ما غتصلح ليهمش، الحاجه اللي كضر وليداتهم مثلا في هذه الوصفه، ولا شي حاجه احنا نكونوا غافلين عليها ما عارفينهاش. فاحنا دوك التعاليق كنستافدوا منهم بزاف، كنقراوهم، كنعرفوا منهم معلومات. وكاع الناس كتاخذ معلومات من دوك التعاليق. تعليقاتكم كتحفزنا باش نعطيو الاكثر ان شاء الله، باش نجيبوا ما احسن من هكا. كنتمنى ما تبخلوش لنا بلايكاتكم واشتراكاتكم فضلا وليس امرا منكم. السلام عليكم وتبقوا على خير.